يا شيخ المرجلة والدين، مساك الله بالخير. سمعنا بالخبر اللي صار عليك والحمد لله على السلامة وما ترى باس. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. هذا هو الشيخ بدر المشاري حفظه الله ورعاه، وأسأل الله عز وجل أن يفرج كرب المكروبين من المسلمين في شتى بقاع الأرض. هنسمع كلام الشيخ والتسليمات المختصرة ثم نختم معكم المقطع. يا شيخ المرجلة والدين، مساك الله بالخير. سمعنا بالخبر اللي صار عليك والحمد لله على السلامة وما ترى باس. قدموني الشباب والله ولا بطيء منهم من ثقلت كفو يا ابو ربيع اني خنجر تخدم لها السيوف. الحمد لله على سلامتك يا شيخ، والبسك الله ثياب الصحة والعافية ومد الله في عمرك ولا ردك الأرض للعمر، وهذا شيء بسيط وواجب نقدم لك. إن كان قليل فيكملها الرفقة الطيبة بيننا وبينك، وإن كان كثير فأنت الكثير في حق القليل مهما كثر. مرحبا. سلامتك. مرحبا، أنتم سعدي وسعدي. الله يحييكم، الله يحييكم ويحيي ما جبتوا. والله لولا الحلف اللي دار بيني وبينك اليوم والمحبة اللي خبرها في قلبي لك وربعك اللي معك كلهم، أنتم كل رجال منكم يشهد الله أنه يمثل قبيلته مكانة وأدبا وخلقا وسديت، وبيض الله وجيهكم. مرحبا ثم مرحبا، عطيتكم جزلة وكلامك على ما يقولون ثمين، وعطيتكم سمينة، ثم يقول الله يحييكم ولا قبولتنا العطية، ويا مرحبا ثم مرحبا ثم مرحبا. سلمت يا شيخ، سلمت. رحبت واجد وبارك فيك يا شيخ. الله العظيم اليوم. إخواني الأكارم، مما تفضل علينا به رب سبحانه وتعالى في شهر رجب في خواتيم الشهر خروج الشيخ الحبيب إلى القلوب، الشيخ الدكتور بدر المشاري حفظه الله ورعاه، وأسأل الله عز وجل أن يفرج كرب المكروبين من المسلمين والمسلمات. وطبعا يعني سبحان الله الجميع يرحب بالشيخ ورأينا المشهد بأعيننا، فيا ريت نشارك الفيديو حتى تعم الفرحة على محبي الشيخ. فطبعا الكثير من محبي الشيخ يبحث عن أخبار صادقة، ويعني هذا شيء مؤكد وخبر أكيد بفضل الله سبحانه وتعالى، فالله يرضى عنا وإياكم. وأود أن أنبه تنبيه مختصر قبل ختام المقطع. الفيديو إنهم دعاة على أبواب جهنم، هنخلي الفيديو ده في صندوق الوصف وفي أول تعليق مثبت بفضل الله عز وجل. ليه؟ إخوة وأخوات كثر في بعض الأحيان يعلقوا على الفيديو بدون ما يشاهدوا الفيديو أو يسمعوه، وهذا خطأ. الله سبحانه وتعالى يقول فتبينوا. ولكن وددت أن ألفت النظر إن يجي واحد على حساب على التيك توك يجمع صور المشايخ والعلماء، وبعدين يجيب حديث يعني قاله الشيخ الفوزان في أمر عام بيوصي وصية النبي عليه السلام لسيدنا حذيفة رضي الله عنه، وبعدين جاب الحديث وركبه على الصور. لكن يا ريت تدخلوا تسمعوا الفيديو وتعلموا أنني بحب دايما علماء أهل السنة، وأسأل الله عز وجل أن يحفظهم بحفظه وأن يحفظ أهل الإسلام، وأسأل الله عز وجل لكل من أراد الإسلام بخير أن يوفقه لكل خير. احرصوا على ما ينفعكم، وأسأل الله عز وجل أن يبلغنا وإياكم رمضان وأن يرزقنا وإياكم العمل الصالح في شعبان. والسلام عليكم ورحمة الله.